مثل ما واضح بالعنوان، اليوم راح تكون جولة بديزني لاند فرنسا. هذه هي السلسلة الأخيرة من فيديوهات فرنسا. راح أشرح لكم كل شيء بالتفصيل، كل اللي أنا شفته هناك وكل اللي عشته. حطيت لكم موسيقى تناسب الأجواء، ولبست هذا البودي اللي أنا كنت لابسته هناك، يعني حتى كنا نعيش هذه الأجواء من جديد. You know what I mean؟ فما أطول عليكم الفيديو، يلا نبلش. اول شيء راح احكي لكم عنه هو تذاكر السفره. اكو اونلاين واكو هناك، يعني من تروحون تشتروها. احنا اشتريناها اونلاين من تطبيق ديزني لاند، احط لكم اياه هنا، او من ticket.com، تكتبون بالجوجل وهناك تقدرون تطلبون التذاكر وتطبعوها تستنسخوها باي مكان، ومن تروحون تضربون هذا باركود وخلاص تفوت للمدينه. لما انت تروح هناك راح يكون كل شيء مجاني، كل الالعاب تقدر تركبها مره ومرتين وثلاثه، ما عدا الشراء اوف كورس، يعني تروح مطعم او تشتري شغله هناك لا، هذه بفلوس. هو بس سعر التذكره الاهم. صراحه ما اتذكر سعر التذكره، اعتقد $100 او اكثر او اقل، صراحه ما اتذكر. ديزني لاند تحتوي على بارتين، ديزني لاند ستوديو وديزني لاند بارك. احنا رحنا البارت واحد من ديزني لاند وما كفانا الوقت، رغم انه احنا رحنا من 6 الصبح للمغرب، ورغم زرنا بارت واحد. وهسه اشوفكم بالخارطه شنو اقسام ديزني لاند وهالسوالف يلا تعالوا وياي. اوكي جايز، هذه هي خارطة ديزني لاند، تحتوي على بارتين، ديزني لاند بارك وديزني لاند ستوديو. فاحنا حيهمنا هذا القسم لان انا بس رحت هذا وزرته وشفته. ديزني لاند بارك بيها 5 اجزاء، اللي هي ادفنتشر لاند ارض المغامرة، والفرونتير لاند ارض الحدود، والمين ستريت اللي هو البداية هنا لما تدخل. هذه هي الديسكفر لاند، وهذه هي الفانتسي لاند اللي هي أرض الخيال وأرض الاكتشاف. واللي حاطي لك يمه هذه العلامة يعني لا تفوتون هذه اللعبة، وإذا لقيتوا هذه العلامة معناها مثل سكة موت، هذه معناها تناسب الأطفال وهذه معناها عائلية. فخلص هذا هو الشرح، وهسه يلا نبلش بجزء جزء. أول ما راح تفوتون ديزني لاند راح تحسون نفسكم بقصة خيالية بعالم الأحلام. يمكن تحبون شخصيات ديزني أو ما تحبوها، يمكن كبار أو صغار. وهذا يرجع لعدة أسباب. أولها تنسيق المكان، منسقين تفاصيله بطريقة تسحرك، لأنه كل شيء ملون. تخيلوا حتى البحيرة الموجودة داخل المدينة تحسوها مو حقيقية، يعني ماخذة لون خضار كأنما في شي فانتسي، مو بحيرة حقيقية اللي نشوفها بالعالم الخارجي. والسبب الثاني واللي هو كلش مهم، الموسيقى. أول ما راح تدخلون ديزني لاند حتستقبلكم موسيقى خيالية هيجي تحفيزية، كلش تحفز وتونس. رأسا انت تحس نفسك دخلت في الجو ما معتاد له، موسيقى كلش غريبة. واصلا كل بارت من ديزني لاند راح تحس انه الموسيقى راح تختلف عندك. والأحلى والأغرب أنه هذا البارت ما مأثر على هذا البارت، يعني كل واحد ما ناشر الضجة مالته للبارت الثاني. وهذا أكثر شيء خلاني أنه كلش يعني أفرح وأنا دا أتمشى بيها، لأنه تحس وتصدق فعلا أنه أنت بقصة خيالية. أول ما راح تدخل ميكي ماوس، شنو؟ بداية راح تشوف انه اكو ديزني لاند هوتيل، انه حاطي لك هنا فندق. واول ما راح تدخل ديزني لاند راح يقابلك اول بارت من ديزني لاند هو مين ستريت يو اس اي، اللي هو عبارة بس عن مطاعم ومحلات حتى تستراح وتاكل وتشتري، يعني ما بي اي العاب. وهذا البارت مستوحي من مدن امريكا بالقرن العشرين. راح تشوفون البنايات كلش قديمة وملونيها وهيك كلها الوان، وهو هذا المكان الاول اللي راح يستقبلك. البارت الثاني من ديزني لاند هو أرض الحدود، اللي هي فرونتير لاند. راح تشوفوها أول ما راح تدخلون. أكو هنا هوتيل أسود كبير،
واكو بحيرة، واكو هنا لعبة جبلية. ذول الثلاثة انا اللي رحت لهم، وطبعا اكو العاب ثانية بس تخص الجهال. هذا هو الفانتوم مانور. فانتوم مانور هو بيت رعب، وكاتبين على الفندق بوت هيل، حذاء التلة، هيك مسمين على اساس يعني مثل موتيل او هوتيل، انه فندق تحشيش. اول ما راح تفوتوه راح تلقون حاط لكم مقابر واجواء وزرع كلش قديم وميت. ومن راح تفوتون جوا تستقبلكم صالة الاستقبال، وراح تطلع أصوات وراح يصعد الجدار اللي فوق. هو مو فد شي مرعب، هو بس يعني مثل الشو مضحك أصلا، كلش كان حلو وبيه تفاصيل فد شي. بس البداية انتم حتكونوا واقفين، بعدين راح يستقبلوكم وتروحون تركبون بعربات حتشوفكم شو يخبل. وبعدين اكو بهذا البارت همين جولة بهاي البحيرة اللي هي تخبل، وحاطين لك موسيقى بكل مكان. وهنا ركبنا لعبة كلش حلوة اللي هي شنو اسمها بيج ثاندر ماونتن، صاعقة الجبال الكبيرة. كانت كلش تونس، عبارة عن سكة موت جبلية. اساسا كانوا خلين يمها اشارة انه لا تفوتها، وكان الطابور كلش طويل بس احنا ما حسينا، وردنا اصلا نعيدها من جديد لو ما الوقت راح يفوتنا وما راح نلحق نلعب شغلات ثانية. طبعا العاب ديزني لاند مو مرعبه، يعني ما راح تدخل مدينه اشباح مرعبه، او ما راح تدخل العاب خطره بسكك الموت، هي كلها تونس وحلوه هيك، بس انه تغير لك جو. واكو هنا همين لعبه انه تضرب اشياء حتى تحصل نقاط، تحط لها اليارات وتلعب، بس انا ما حبيتها واساسا خلصت اول ما لعبتها. خلصت كان ما بيها يعني ذيك الالعاب القويه، هي مجرد عروض، او يعني انت بس تتمشى وتصعد اماكن. مثلا خالي لك بيت الشجره اللي هو يخص الاطفال، لما يصعدون له راح يلقون تفاصيل هيك كانما بانين بيت بالشجره. مثلا حاطين لك كهف يخص القراصنه، هم مكان بس تتمشى، وهكذا. يعني ما لقينا بيها هواي شغلات، بس احلى شيء كان بيها هو الكاريبيان اللي يخص جوني ديب فيلم القراصنه. كانت كلش حلوه، هم عباره عن شو يمشوك برحله نهريه، شوف هيك المدينه وناس تحكي، كانت كلش حلوه. Where you get like things around the shoulders and around the waist on Indiana Jones. Queremos de su dicho Luke, je l'ai clé pour voir mon camion. C'est magnifique, bichou. Oh, mais là. Un temps, j'avais vécu
considérablement ce magnifique trésor en récompense d'une vie de millénies de piraterie. واللعبة الثانية هي إنديانا جونز، هم سكة حديد موجودة بالأدفنتشر لاند. أما الديسكفر لاند فهو شغلات تخص فضائيين، باز يطير وهيك شغلات. كان بيه هنا سباق سيارات أو هيك شي كانوا سادي. صراحة أني أكو هواي شغلات ما رحت لها لأنه كانت مسدودة أو تحت الصيانة. أحلى شي كان بديزني لاند كلها واللي كلش تونسنا بيه هو الستار وورز، لأنه كانت سكة موت بس خرافية، يودوك بمكان كأنما أنت طرت بالجو، يعني كل المكان يصير أسود ونجوم والأصوات كلها هير وي جو مدري شنو، ويمشوك هيك سريع وتخبل. كانت كلش تونس، بس عليها ازدحام مو طبيعي بحيث مستحيل نقدر نعيدها من جديد. طبعا كان أكو لعبة بالديسكفر لاند اللي هي باز يطير. هذه اللعبة كانت عبارة عن تقعد سكة قطار ويا باقي الناس وتمشي هاي السكة على كيف وانت تقوم تضرب طلقات على أشياء فضائية حتى تحصل نقاط بالليزر. طبعا كل شيء انت ابيض بملابسك باحذيتك باي شيء راح يتحول لونه فسفوري. صحيح كانت كلش سخيفه وما تونسنا بيها، بس كوما ضحكنا لانه زوجي كان حاط عقله ويا واحد قدامنا بالطابور كوما حكى فاحنا ظلينا اللعبه كلها نضرب الطلقات عليه. هو ما يباوع لانه مجرد ليزر، بس احنا هيك ظلينا هواي ضحكنا بهاي اللعبة. وكان اكو فد لعبة انه تقعد طب اساس مطار ويقعدوك بطيارة كأنما حتسافر للفضاء ويلبسوك مناظر وتعيش اجواء 3D وهيك شيء. يعني ديسكفر لاند غير لعبة الستار وورز اني مو كلش عجبتني ومو كلش شدتني، وكان بيها ايضا ملاعب اطفال فمو كلها ركبناها. هسه راح اجي الاحلى بارت عندي اللي هو فانتسي لاند. يا ربي هذا البارت يخبل. راح امشي وياكم رقم واحكي لكم على لعبه واشوفكم اياها. اول ما راح تروحون للفانتسي لاند راح تقابلكم قصر الاميره النائمه، كان يجنن، يعني تاخذون يمه صور وهيك شغلات. العدد 20، هنشوف شنو والله رقم 20. كوما العاب بفانتسي لاند هسه من دا اقراها ودا اطلعها انا ما رايحه تلحق. تانيغ دو دراغون، هذا فتشي هاي الاميره والتنين. بلانش ني إلي سبت نيس. وين كنت اني؟ يعني اعتقد لانه الوقت خلاص، لو هي كانت تحت الصيانه مثلا عادي فكوا بها. بيتر بان فلاي رقم 24 كانت رحله يعني خلينا نقول وسط، رغم اني كلش احب بيتر بان.
أني كلش أحب ديزني لاند. من أنا وصغيرة كنت هواية أتفرج على كرتونات ديزني. حتى كتابي بحيرة الوجع أنا استمديت الشخصيات من أبطال ديزني، يعني البطلة هي سندريلا والبطل هو بيتر بان. اللي ما يعرف أني كاتبة وحاليا دا أروج على كتابي. الكتاب في اليوم أسوي لكم فيديو عنه، أشرح لكم كل شيء عن دور النشر، عن اللي يحب ينشر كتاب بالعراق، عن اللي يريد يبدي بالكتابة. بس اللي دا أنتظره هو أنه أطبع كتابي من جديد، ولما أطبعه راح أسوي لكم فيديو كامل شرح كلش مفصل عن هذا الموضوع. هلا وشلونكم؟ اشتروني بس مو هسه من أتوفر بالأسواق. لما أنا يعني رحت ديزني لاند كلش كنت فرحانة بيها، لأن أنا أصلا أموت على الأشياء الخيالية. فأنا طول ما أتمشى فانتسي لاند أحس نفسي أميرة، هيجي تحسون بهذا الإحساس. تشوفون شجرة الفاصولياء هاي هيجي العملاقة. أليس كورس لا بيغنيث، هاي كان عبارة هيجي بس عن شو، يعني تدخل جوا تشوف تتمشى أنت بحدائق أليس هيك مسوين الزرع وكان اكو ماد هاتر تي كاب اللي هي كانت لعبة سيارات اصطدام وكانت متوقفة للصيانة. وطبعا بكل جزء راح تلقى قسم اللي هو مكان القطار، حتى انت تركب قطار وتفتر، بس كان القطار صيانة. وايضا اكو مكان يقول لك هنا يتواجد ميكي ماوس حتى تاخذ وياه صور. كان اكو ايضا عروض شوت يعني بشوارع هناك، انه يفوتون الشخصيات ويسلمون على العالم متنكرين وهيجي. ما حبيت، يعني حسيته هو اصلا ما جهال. احلى عرض راح تشوفوه It's Small World، اصلا حاطين لكم انه لا تفوتوه. كان يخبل انه يقولوا لك انه هذا العالم ترى صغير بكل لغات العالم. وكان اكو ايضا بفانتسي لاند جولة نهرية وراح يشوفوك بيها اماكن الاميرات، وكل مكان له الموسيقى الخاصة به. تغني جو الماي. طبعا كان المفروض انه اني اشوف هذه الخارطة وحدة قبل ما اسوي الفيديو، بس انا وحدة كسلانة. بس انا خلصتها هسه كلها وياكم. وهذا كان كل شيء لليوم. اتمنى هذا الفيديو عجبكم. اذا عجبكم سووا لايك وشاركوا هذا الفيديو ويا اصدقائكم حتى يصعد عدد المتابعين عندي. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات. واشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.